حياكم الله أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم ببرنامجنا برنامج مواهب كروية اللي يسلط الضوء على مواهبنا وفئاتنا العمرية، وعلى قناتنا قناة الهدف الأول. وضيفي لهذه الحلقة الداعم للمواهب والفئات العمرية، مدرب دائما يبحث عن تطوراته وإمكانياته وإظهار إبداعاته في مجال كرة القدم. أرحب أجمل الترحيب بالدكتور الكابتن سامر سعد. أهلا وسهلا بك كابتن، شرفتنا بأكاديميتنا أكاديمية الهدف الأول اللي هي داعمة للمواهب والفئات العمرية. حياك الله ومرحبا بك. الله محييك، شكرا جزيلا على الضيافة الجميلة، وسعيد جدا بتواجدي في أكاديمية الهدف الأول وخصوصا معك كابتن حيدر. فرصة جميلة أنه تسلطون الضوء على الشخصيات الرياضية وعلى المدربين أيضا اللاعبين الموهوبين اللي اهلا وسهلا بك وحياك الله. الله يحفظك. كابتن، أنا ما لفت انتباهي هو مدى تطور شخصك في مجالك. احنا اليوم في بالعراق اصبحنا يعني نشاهد مدربين على مثلا قد الامكانيات اللي هم يشتغلون. اليوم كابتن سامر سعد معايش في اسبانيا، يواكب تطورات كرة القدم، يذهب هنا لهولندا. منا احنا سوينا سيرش عليك، برافو ما شاء الله كابتن سامر. اليوم خلي نربط هذا الحدث نربط هذا التواجد حضرتك بتطور لاعبي الفئات العمرية. بصراحة شكرا للاهتمام، وايضا ما شاء الله انت مسوي خوش سيرش كبير يعني راجع، وهذا نقطة تنحسب لك. بصراحة انه هذا الشيء مو وليد الصدفة او مو وليد اليوم. كون اني درجت بشكل صحيح من كنت لعبت لاغلب الاندية بالعراق، وايضا بعد ما كملت دراستي الاكاديمية في كلية التربية الرياضية وتخرجت بالتميز، وايضا استمريت كتدريسي في الكليه. انتقلت الى دراستي في المانيا. نعم. درست دبلوم المحترفين لكره القدم بتخصص كره القدم في المانيا في جامعه لايبزيغ. نعم. وهناك بدا انفتحت عندي الابواب امام الانديه الاوروبيه وامام المعايشات، وهذا الشيء يعني بصراحه اعطاني افضليه انه كيف اطور من قدراتي التدريبيه، اطور امكانياتي، وبنفس الوقت انه اني من رجعت هذا الشيء نقلته وياي الى الفرق اللي دربتها. المعايشات كلها على حسابك لو اكو جهه اهتمت بهذا الموضوع؟ يعني دراستي اللي كانت على دراستي الدبلوم كانت على الشخصيه، لا كانت بمنحه من الحكومه الالمانيه الفيدراليه، طولت لمده سنه، وبنفس الوقت الاتحاد الالماني ايضا عززني بمنحه لمده 3 اشهر. هذا السي في الكبير، ليش مو انت مدرب لاحد المنتخبات الوطنيين حاليا؟ يعني قبل المنتخب الوطني انا بتخصصي وبمجالي بتدريب السيدات، يعني اغلب اذا ترجع لل3 سنوات الاخيره. بس انت تعمل بالفئات العمريه، ولذلك هو اليوم موضوعنا موضوع الفئات العمريه. نعم. نتكلم عن السيدات، ولكن اختصاصنا هو الفئات العمريه اللي حضرتك تعمل وياها. نعم. ارجع للسؤال. نعم. على مود يعني اسلسل بالكلام، انه انا 2020 كنت في المنتخب الوطني كمدرب مساعد للسيدات، لكن هذا الشيء ما استمر بعد ما انتهاء العقد. بالنسبه للفئات العمريه، انا كمدرب انشات اكاديميه بالتعاون مع نادي الصيد في منطقه المنصور. اسسنا اكاديميه على منهجيه رائعه علميه، تهتم باللاعبين من اعمار يعني 5 سنوات الى تحت ال 15 سنه اللي هم 14. قسمناهم الى فئات وعملنا عليهم بشكل ومنهجيه بمساعده مدربين. سامر يعني بصدد انه اسالك اليوم، انا جاي استفاد منك صراحه. لانه حضرتك طاقه كبيره الله يحفظك في مجالنا الكروي، مجال التدريب. كرة القدم للفئات العمرية تراجعت بنسبة كبيرة. موضوع التزوير، خصوصا اكو تصوير يبين على بعض الأندية بأنه هي
دا تلعب باعمار متفاوته بين اللاعبين وحتى شفناها بالدوري. يعني هذا الشيء حقيقه انه شفنا حاليا في الفئات خصوصا تحت ال 14 سنه شفنا فوارق بالبنيه الجسمانيه والمشاهدين. بالبنيه الجسمانيه لو بالاعمار؟ فوارق بالبنيه الجسمانيه يعوزها المشاهدين الى انه تكون هذه بالاعمار، والدليل واضح انه اليوم تصنيف الفئات يعني خصوصا تحت ال 14 سنه وتحت ال 16 سنه هذول اللاعبين الاشهر القليله بين لاعب ولاعب، يعني خصوصا اللاعب اللي يجي في جانوري في بدايه السنه ونفس اللاعب وبنفس السنه ينولد في ديسمبر اللي نهايه السنه هو بنفس العام، لكن هنالك فارق 10 اشهر، فارق كبير. فكيفما اذا كان الفارق سنتين او 3 أو 4. طبعا التزوير حاله غير حضاريه، دائما احنا النادي انه نبتعد عنها، لكن موجوده، خلينا نكون واقعيين، هي موجوده وتبدي بصراحه من العائله. بعض العوائل او بعض اولياء الامور يحاول انه يتلاعب يصير ابنه يلعب من اجل انه يدعم او يزيد فرص ابنه انه يلعب صح. ويمثل المنتخبات ويمثل الانديه الجيده، وهذا شفناه في فترات سابقه. احنا ما نريد نشخص او نتكلم بالجانب السلبي، لكن الجانب الايجابي انه هنالك فوارق بالتاكيد بالطول بالوزن بالكتله الجسميه والعضليه. يعني من نشوفها بالصور يعني ممكن احنا نركز عليها بشكل او باخر. يعني شلون الاتحاد تفوت تحت القضيه؟ هذه شغله. الشغله الثانيه، انت مع تغيير كوادر يعني الانديه الفئات العمريه باعتبار خلص اخذت فرصه اعتداءات بالاعمار، اعتداءات جسديه على بعض اللاعبين ممكن نسمع هنا وهناك حصلت. يعني انا ما حد بسولف، ممكن صارت شخصيا مع لاعب من اللاعبين، وانا كنت شاهد على مع تغيير الكوادر للفئات العمريه استقطاب مدربين اجانب. شوف عمليه استقطاب مدربين اجانب هذا شيء جدا صعب. احنا نتكلم على القاعده، قاعده عندك صعب من عندك يعني ما اريد تعبر لي، صعب من استاذ، صعب من ناحيه التكاليف الماليه، صعب من مو راح اجيك، صعب من عمليه انه الادابتيشن التكيف. المدرب من يجي من بيئه يحتاج يتكيف، يعرف انه كيف. المدرب الاجنبي يحتاج انه يتكيف ويا البيئه، يتعرف على الاطفال، يتعرف على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وغيره. بينما نباوع احنا المدربين المحليين بصراحه يعملون بظروف صعبه، خصوصا انه ادارات الانديه ما مطيه اهتمام كبير لهم. يعني اغلب الفرق الفئات العمريه خلينا نحكي للفرق المتميزه، نحكي بشكل عام، نحكي بشكل عام انه الفرق او المدربين يعملون بدون اجور، يعني يجيب فريق تدريبيه او يشتغلون بمبالغ زهيده، او قسم من المدربين يعني يجيب الفريق مالته، عنده فريق شعبي لهذه الفئه يتفق ويا النادي فقط انه من اجل انه يمثلهم بالدوري، وهذا الشيء ما راح يكون ذو منفعه على الجانبين. يعني على جانب الاكاديميات تسوي اكاديميات معروفه، على جانب اللاعب نفسه والفريق، وعلى جانب النادي. وهذا الشيء خلى الانديه انه يعني ما تهتم بشكل فعال، وما تخلي معايير خاصه لاختيار المدرب، يعتمد على السيره، على الخلفيه الرياضيه، على عمله داخل الملعب. هاي الاسباب كابتن سامر، هي هاي الاسباب اللي ذكرتها حضرتك مرهونه بنتائج منتخباتنا الوطنيه، كون هاي الاسباب هي الاساس لو اكو اسباب غير اسباب. بالتاكيد كل ما تتوسع القاعده في الفئات العمريه كل ما يكثر عدد اللاعبين والمنافسات، ولكن بأبجدية صحيحة، يعني بمنهجية انه اللاعبين كيف يتدربون بهذه الاعمار، كيف تتدرب. يعني مثلا على سبيل المثال اعمار 6 سنوات، من تحت ال6 سنوات
او من ال6 ل8 كيف يتدرب، ما هي الاساليب التدريبيه، على اي جوانب يركزون، على الجوانب التكنيكيه، على المهارات، من 8 ل10. هي عمليه تدرج في البناء. احنا هذا الشيء نشوفه معدوم بصراحه، موجود في الدورات التدريبيه، لكن دوره تدريبيه ام الشهر او ام ال20 يوم، خلينا نقول السي لمده 17 16 يوم، والبي لمده 20، غير كافيه للمدرب. يعني يحتاج الى ورش، يحتاج الى المدرب العراقي من اجل بناء لاعب. بنفس الوقت لك سؤال بمنتهى الصراحه، بنفس الوقت خليني قبل بس على مود ما تروح الفكره هاي. الاتحاد العراقي لكرة القدم مسؤولية مباشرة انه يحط رزنامة لكل فرق الفئات العمرية، وعلى اساسها يحدد كيفية العمل للمدربين. يعني يحط خطة عمل طويلة المدى كنموذج انه ويوزع للانديه وللمدربين، وممكن يعملون عليه. تفضل سؤالك. كابتن، مشروع الفئات العمريه يعني مشروع حلم الفئات العمريه. نعم. هو ممكن يحاول انه يواكب الاحداث وممكن يفيد. وخلنا نعطيك بعد وحده قويه، 3/4 اللاعبين بمشروع حلم هم من المراتب والضباط والشخصيات اللي تنطي فلوس. زين شلون انا بعد هذا اللي عندي لاعب موهبه وين اودي؟ يعني زين انت بالاتحاد خليني انت اجاوبك. ما تحميني، خليني اجاوبك على الرياضه ما تحميني. زين بالاكاديميه اروح تاخذ من يمي. زين شلون؟ خليني اجاوبك على هذا السؤال. كوني العاملين في مشروع الحلم هم اصدقائي المقربين. يعني المسؤول المدير الفني للاكاديميه هو الدكتور امير حيدر، صديقي جدا وتربطني به علاقه طيبه، وايضا المدربين. اني يعني بوجهه نظري الشخصيه انه مشروع الحلم يعني من ولد هو ميت قبل ما ينولد. كيف؟ انه شنو تغير مشروع الحلم عن مدرسه عمو بابا؟ ما هو الاختلاف ما بين مشروع الحلم ومراكز الموهبه الرياضيه؟ احنا فقط سوينا مشروع سميناه مشروع الحلم من اجل انه يكون هذا المشروع مرتبط او مستحدث من قبل رئيس الاتحاد السيد عدنان درجال بشكل خاص. بينما احنا لو ردنا نشتغل صحيح، نسوي مشروع حقيقي، يجب انه نحط الاسس العلميه والبرامج قبل ما يدخلون اللاعبين على ارض الملعب. على سبيل المثال سألتك سؤال انت شوف كابتن، عمليه ثاني اذا اسالك سؤال وحضرتك انه انت اصدقائك ما تريد تجاوب فجاوب. لا مو انا اقول لك المعلومه تقول بانه 3/4 اللاعبين اللي موجودين بمشروع حلم هم من المترفين واولاد الضباط والمسؤولين. وزين انا شلون اللاعب اللي موهوب وعندي امكانيه؟ انت على اي اساس استندت بهذا الكلام مع المترفين؟ مو اني كنت من ضمن اللجنه لاختيار اللاعبين الموهوبين. اختاريتوا لاعبين فيجوي في ملعب الشعب، يجوي في ملعب الشعب الثاني. صارت اكثر من مهرجان الاختبار بمختلف الاعمار، 6 و8 و10 و12، وتم اختيارهم على اساس حتى الاكاديميات اللي غير مسجله والمسجله المعروفه في كل بغداد اجتي وشاركت في هذا المهرجان وتم اختيار اللاعبين. لكن اذا تقول لي 1 2 ممكن يجي عن طريق فلان او فلان، ما اعتقد. بس الموضوع في مشروع الحلم هو انت اختاريت اللاعبين، كيف راح تمشي مع هذول اللاعبين لمده 10 سنوات قادمه؟ ماكو اسس للموضوع هذا. ماكو، يعني انا برايي ماكو اسس. من 10 الاتحاد العراقي من 10 عمله حاليا يعني انا اقل من ال5 4 بسبب المشاكل. ما راح اعطيه، بس اقول لك اقل من 5. وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه مبتعده على الرياضيين. كان هنالك بطولات، كان هنالك
فعاليات كثيره بصراحه ما شفناها من زمن التقشف، يعني من زمن احمد العبيدي لحد هذه اللحظه. يعني بزمن عطان كان هنالك فوره للملاعب للبطولات، لكن هذا الشيء قل تدريجيا. زين. اولا انا يعني صراحه مره ثانيه وثالثه ورابعه انا جدا سعيد بان التقي بحضرتك. بس خلينا يعني ناخذ منك رساله لبعض المتنمرين على لاعبين منتخبنا الوطني. نعم. البارحه صارت حمله وباكر السبت تصير مظاهره كبيره لردع المحتوى الهابط من البرامج اللي تدعم قضيه التنمر على اللاعبين. فنريد رساله من يمك انت والساده المشاهدين على موضوع التنمر اللي صار على الكابتن مصطفى سعدون واللاعب عمار مرسي. يعني بصراحه ايضا انا سعيد جدا تواجدي هنا. التنمر والتهجم يعني صار مو تنمر فقط، هنالك تنمر وهنالك تهجم وتقصد بالموضوع، خصوصا على اللاعب مصطفى سعدون واغلب لاعبين منتخبنا الوطني، خصوصا بعد تعرف الكبوات في كاس تصفيات كاس العالم. يعني ندعي الجماهير انه تكون والمتابعين انه يكون التشجيع حضاري، انه هنالك انتقاد، نعم هنالك انتقاد ايجابي، حد الاهل والسب والشتم، هنالك انتقاد ايجابي انه توجه بانه يكون يراجع اللاعب مستواه، انه اللاعب مو بالمستوى المطلوب. وهذا الشيء يعني انا اشوف اللاعب مثلا مصطفى سعدون هو من اللاعبين المجتهدين بصراحه، لكن ما يعانيه في هذه الفتره على جانبين، جانب نفسي بحت، جانب خصوصا انه المجتمع والسوشيال ميديا وهذا جزء من حياتنا اليوميه يوجه الضغط عليه، وايضا هذا ينعكس عليه في الملعب، وبالتالي نشوفه احنا بالملعب اداء هنالك بتذبذب وهنالك اخطاء. يعني النصيحه له، نصيحه للكابتن مصطفى انه يبتعد عن الافكار السلبيه، انه يركز في الملعب، يركز في مستواه بشكل خاص، وبالتالي راح يربح الاثنين اذا ركز بالمستوى. يعني اذا سوى حلقه وياه ساعه او ساعتين انا ما راح اعملها. الله يحفظك. للامانه يعني اول مره بصراحه، وكل الاحترام والتقدير لكل ضيوفي. تكلمنا فنيا، الان استفاد جدا من تواجدك، واحد من الشخصيات اللي بصراحه انا سعيد ان شكرا جزيلا. شكرا لتواجدك ويانا ببرنامجنا، برنامج مواهب كرويه، وان شاء الله نلتقيك ان شاء الله في حلقات قادمه، لانه باعتبارك ان شاء الله تكون ضيف دائم ان شاء الله في برنامجنا اللي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمريه. ان شاء الله جدا استمتعت بصديقنا الكابتن جدا سعد، واحد من المدربين اللي بصراحه نعتز بيهم، واللي متابعينا برنامجنا برنامج يسلط المواهب على المواهب والفئات العمريه راح يعرف قيمه الكابتن سامر سعد وتواجده اليوم في برنامجنا. هذا فخر، وشكرا له وشكرا لكم اعزائي المشاهدين. نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله من برنامج مواهب كرويه. شكرا جزيلا. في الله.